في ابراج عندها قدره على ملاحظه اللي محدش بيشوفه. بتقدر تبقى متوقعه الشخص اللي قدامها ده هيعمل ايه في اللي جاي، ايه اللي ممكن يحصل. لانها بتبقى واخده بالها من كل حاجه، يعني الحاجات اللي ممكن تعدي على اي حد وتبان له عاديه هو بيقدر ياخد باله منها. اول برج الحمل مثلا. برج الحمل لانه برج بيفكر كتير جدا معظم الوقت، فبيقدر يتوقع اللي جاي فيه ايه. يعني ممكن اي تصرف بيحصل قدامه بياخد باله منه، فبيبدا بناء على ده يعرف ايه اللي ممكن يحصل بعد كده، اللي جاي فيه ايه. معظم الابراج هتلاقيها الابراج اللي هي عندها اوفر ثينكينج، الابراج اللي طول الوقت بتفكر حياتها، يعني ما بتعرفش تعيش كده او تمشي وتتعامل طبيعي. دايما هتلاقيهم بيفكروا في كل التفاصيل في كل حاجه. فاول برج هو برج الحمل. البرج اللي بعد كده اللي برضو عنده نفس الفكره، عنده القدره على انه يتوقع ايه اللي هيحصل، برج الدلو. ده انا بشوف ان برج الدلو عنده الميزه دي عاليه جدا، لان هو برج اصلا فلسفي، بيميل للمنطق وبيبقى عارف ازاي ممكن ترتيب الاحداث يحصل. يعني لو انت النهارده اتصلتي بيا عشان حاجه، انا بقى عارفه بكره انت هتكلميني في حاجه عامله ازاي. من وسط كلامك ممكن كلمه صغيره تخليني افهمك. بيعرف، عنده قدره على انه يقرا الشخصيات، يقرا دماغك، يقرا افكارك. بيبقى قادر يستنتج التفاصيل او الحاجات اللي هتحصل بعد كده. برج كمان بيقدر يبقى عنده الحاسه السادسه هو برج الحوت. ليه؟ لان هو دايما بيحط نفسه مكان الناس. فلما احط نفسي مكانك هبقى عارفه انت هتتصرفي ازاي، هبقى عارفه انت هتعملي ايه، هبقى عارفه في الموقف الفلاني انت ممكن طريقه تفكيرك تبقى عامله ازاي، صوت تصرفك هيبقى عامل ازاي. ده بالنسبه لبرج الحوت. هو دايما شايف الناس من جوه، مش بيشوف اللي انت بتعمليه قدامه. يعني ممكن حد يبقى مثلا بيتصرف بطريقه معينه، حد مثلا عصبي جدا، الحوت بيبقى قادر يشوف ورا عصبيته دي في ايه، هو ليه بيتصرف بالطريقه العصبيه دي. فبيبقى قادر يتوقع، بيحس الشخص ده كويس ولا وحش، بيبقى عارف اللي قدامه ده بيحبه بجد ولا لا. فدايما عنده الحاسه السادسه قويه، بيعرف الحاجه قبل ما تحصل. ايه تاني من الابراج عنده الحاسه السادسه؟ العقرب. بس العقرب لانه العقرب بيفكر كتير قوي و... ودايما بيحلل كل المواقف، عنده قدره فظيعه على قرايه التفاصيل وتحليلها. فبيبقى حاسس بالحاجه قبل ما تحصل. الشخص اللي عشان يثق في حد بيقعد يحطه في موقف واثنين وثلاثه، فبيبقى عارف انه بعد ما يديله ثقته دي هو لما يتحط في الموقف الرابع هيعمل ايه. ده بالنسبه لبرج العقرب. فدول انا شايفه ان هم اكتر 4 ابراج عندهم الحاسه السادسه، وعندهم قدره رهيبه على انهم يقروا المستقبل او يعرفوا ايه اللي هيحصل قدام. العذراء كمان عنده ده، لانه ذكي جدا، برج ذكي جدا، فبيقدر يتوقع ايه الحاجات اللي ممكن تحصل. عنده احساس كده، بالرغم من ان العذراء عقله اكتر بيسيطر، بس بيحس، يعني بيقدر يحس ايه اللي هيحصل، بيقدر يبقى عارف ايه اللي هيحصل قدامه وشايفه، يعني شايفه كأنه حصل. الدلو من الابراج اللي كده، بس الدلو عنده يعني ممكن انت نفسك تكوني مش عارفه انت في الموقف ده هتعملي ايه، بس هو عارف، يبقى شايف قوي قدام. فدي الابراج اللي عندها قدره فظيعه على انها تحس باللي جاي، وعندها الحاسه السابقه.